من اكتر الاسئله اللي بتسالها في الكوتشنج سيشن وبتكرر معايا كتير هو سؤال: هو انا لو في علاقه مؤذيه ينفع اكمل ولا لازم انهي العلاقه دي؟ والحقيقه ان مفيش اجابه مطلقه باه او لا للسؤال ده. الاجابه بتختلف من شخص للتاني. خليني كده اقول لكم كل شخص يقدر ازاي يوصل لاجابه السؤال ده. اول حاجه، انا وصفت العلاقه ان هي مؤذيه. ايه الاسباب اللي خلتني اصلا اوصف العلاقه ان هي مؤذيه؟ هل فعلا في اسباب حقيقيه واضحه، ولا ممكن يكون مثلا انا عندي شويه ضغوط ومشاكل مخليني حاسس باذى في العلاقه؟ لو وصلت ان فعلا في اسباب واضحه تخليني اوصف العلاقه دي ان هي مؤذيه، ده هيدخلني على السؤال التاني. طيب انا في علاقه مؤذيه، ايه اللي مخليني محتار اذا كنت انهيها ولا اكمل فيها؟ يا ترى الحيرة دي جاية علشان مثلا أنا خايف من كلام الناس، عشان مثلا أنا خايف من الوحدة، عشان مثلا أنا خايف من اللي مجهول ومش عارف إيه اللي ممكن يكون مستنيني؟ هل مثلا أنا عندي تعلق غير آمن بالشخص اللي معايا أو بالطرف التاني فمخليني عايزة أكمل في العلاقة دي؟ لو لقيت إن لأ، أنا عندي أسباب قوية وواضحة تخليني محتارة إذا كنت أكمل ولا لأ، يبقى هنا هتبقى إجابة السؤال كمل. ده في اسباب واضحه تخليك ان انت تكمل. بس هل تكمل وتتعرض كل يوم لاذى، ولا تكمل وانت معاك ادوات، معاك تولز تقدر ان هي تحميك من الاذى اللي موجود في العلاقه؟ لا، اكيد هنكمل واحنا معانا تولز تحمينا من الاذى اللي موجود في العلاقه. طيب ايه التولز اللي محتاجين انها تبقى معانا ومحتاجين الادوات دي تبقى قويه كده عشان فعلا انها تقدر انها تحمينا؟ في الحقيقه هما حاجتين.